الفيديو بتاع النهاردة هيبقى غريب حبتين. أنا هعمل ASMR بس رعب، يعني بالهمس. هحكي قصص عن ناس ماتت ورجعت للحياة تاني علشان تقول لنا تجربتها كانت عاملة ازاي. أول قصة بتقول: كنت عامل عملية قلب مفتوح، واللي حصل وأنا تحت التخدير مستحيل أنساه. شفت جسمي من فوق، شايف الدكتور والممرضين وبسمعهم بيتكلموا عن ان قلبي وقف. انا كنت واقف بعيد مش حاسس بالألم، لكن كنت متوتر لحد ما لقيت نور قوي في اخر اوضة سودة، وكان في صوت بيقول لي: لسه بدري يا عمر، ارجع. ولما فتحت عيني في العناية المركزة كنت ببكي من غير ما اعرف ايه السبب. كنت في العناية المركزة بسبب جلطة، وفجأة الدنيا كلها بقت سكون. حسيت بنفسي في مكان واسع وفي ريحة مسك، وشفت بنتي اللي ماتت من سنين حضنتني وقالت لي: يا ماما ارجعي، لسه بدري عليكي. صحيت بعدها وانا بعيط ومش قادرة اتكلم، بس كنت عارفة اني شفتها فعلا. كنت راكب موتوسيكل ودخلت في عمود وانا على سرعة 140، جسمي اتكسر بالكامل. والغريب ان لحظة الخبطة حسيت كأني روحي طلعت، وشفت المنظر ده من فوق وناس بتحاول تنقذني. اللي مش هتفهمه الا لو جربته هو الاحساس بالسلام التام، وكأنك ارتحت من الدنيا. بس بعد شوية سمعت صوت امي بتنادي عليا، وده خلاني ارجع. القصة اللي بعد كده بتقول: كنت دكتور التخدير، في يوم جالي تسمم حاد وانا في الطوارئ، ودخلت في غيبوبة. لقيت نفسي في مكان مليان ورد أبيض، وحسيت إني مرتاحة بشكل عمري ما حسيته. قابلت شخص معرفوش، لكن حسيت كأنه أبويا. فضل يبتسم لي ويقول لي: لسه دورك مجاش، ارجعي. صحيت بعدها بيومين والدكاترة قالوا لي إني كنت في حالة موت سريري 4 دقايق. ومن وقتها وأنا حياتي كلها اتغيرت، بطلت أخاف. وأنا في عملية قلب مفتوح وقف قلبي 2 دقيقتين ونص، خلالها شفت حياتي كلها كأنها فيلم بيتعرض بسرعة. كل لحظة، كل كلمة قلتها، حتى الحاجات الصغيرة اللي نسيتها. لما شفت المشهد ده، إني جرحت حد بالكلام، حسست حد بالوجع، هو ده اللي حس بيه، وأكني أنا اللي بحس بيه في اللحظة دي. حسيت إن في ميزان بيحسب كل كبيرة وصغيرة، وإن في طاقة بتسجل كل شيء. أول ما فقت رجعت إنسان بحاسب نفسي على كل كلمة بقولها لأي حد. أنا فقدت بنت الصغيرة عندها 5 سنين. بعدها بسنة دخلت في عملية صعبة جدا بسبب ورم. أثناء التخدير حسيت بروحي بتطلع وبمشي في كل مكان، شبه جنينة واسعة فيها نور غريب بس مريح. لقيت بنت بتجري عليا وتقول: يا ماما ارجعي، احنا مستنيينك، بس لسه بدري. حضنتها وانا بعيط، وفجأة نفسي كان متقطع والممرضة بتنده على الدكتور. انا مؤمنة ان اللي شفته مش حلم، ده كان لقاء حقيقي. كنت شاب طايش ما بصليش ولا بفكر في ربنا. في يوم حصل لي حادثة موتوسيكل على الطريق الدائري، خبطتني عربية نقل ودخلت في غيبوبة. في الغيبوبة شفت نفسي في مكان كله نار، والريحة كانت بشعة، وصوت صراخ بيعلى حواليا. فضلت أصرخ: يا رب، يا رب، يا رب رجعني. وفجأة صحيت في العناية المركزة وأنا بعيط. ومن اليوم ده ما بطلتش صلاة وبدأت أرجع لحياتي الطبيعية. كنت بعمل عملية الزايدة، وفجأة حسيت إني فوق السقف، شايف الدكاترة والممرضين، حتى سمعتهم بيقولوا: اضغط تاني بسرعة. أنا جسمي تحت، بس أنا فوق في حتة تانية هادية جدا. رجعت بعدها حكيت اللي حصل وكل اللي سمعته، والدكاترة فعلا والممرضين اتأكدوا إن أنا كنت شايفة كل حاجة، لأن هو ده الكلام اللي اتقال. كنت في ولادة صعبة جدا، الدكاترة قالوا الجنين ممكن يموت، وأنا كمان. لحظة ما الوعي راح، شفت كائن شبه نور واقف جنبي. حسيت براحة وكنت سامعة صوت بيطمني: انت مش لوحدك، خليكي قوية. صحيت بعدها وسمعت ان النبض كان اختفى لدقايق، لكن رجعت ومعايا احساس مش قادر اوصفه. انا عايزكم تكتبولي في الكومنتات لو اي حد مر بتجربة الموت او الاقتراب من الموت، يكتب لي في الكومنت. واللي عايزني اقول تجربته يكتبها لي برضو في الكومنتات. تصبح على خير.